السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد السلام الزويدر، طالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، حامل لكتاب الله. المدة المستغرقة 7 سنوات في حفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. بداية مع القرآن، الفضل لله أولا ثم لعائلتي بتشجيع من والدتي حفظها الله، وذلك من 10 سنوات، والمدة المستغرقة هي 7 سنوات في قريتي مع الإمام سيدي عبد الكريم مرابط حفظه الله. بعد ذلك انتقلت إلى مؤسسة الشاطبي، ومن مؤسسة الشاطبي تخرجت بشهادة البكالوريا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى أكاديمية روضة القراء بتأطير من أستاذي سيد رضوان الرباح حفظه الله. أقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وأشكر جريدة طنجة 24 على الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.